السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. بإذن الله هنعمل الزبادي الحلو المتماسك ده في البيت بحاجات بسيطة جدا 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 بدون حضانة. هنعمله اقتصادي وموفر يا بنات. حاجة حلوة جدا. ممكن تعمليه مشروع عندك في البيت. عايزة تعملي 30 علبة في اليوم هتعمليها بإذن الله، بس اعتمدي الطريقة الحلوة دي علشان يطلع الزبادي معاكي متماسك. على فكرة المشروع ده حلو جدا جدا. الزبادي غالي جدا بره، انت لو قللتي جنيه بس عن بره هتكسبي مكسب حلو. وزي ما انت شايفة كده الزبادي بتاعنا متماسك وبيطلع قطعة واحدة. وما تخافيش، فعلا الزبادي ده مشروع حلو جدا جدا في البيت. انت يعني لو بعتي للناس اللي حواليكي في الشارع هتكسبي، هتعملي مشروع وهتطلعي فلوس حلوة بإذن الله في شهر رمضان. اول حاجة انا بصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبنجيب كيلو من اللبن. الكيلو ده اللبن ده انا سخنته غليته يعني وسبته يبرد لحد ما يوصل لدمعة العين، ورحت شارية علبة زبادي. بس انا هصفي المية بتاعة الزبادي دي، مش عايزة الزبادي بالمية، انا عايزة الزبادي صافي من غير المية بتاعته. فانا هفضي علبة الزبادي في كوباية او في الخلاط، وبنزل عليها بشوية لبن ولازم اضربها في الخلاط. عايزة الزبادي يطلع معاكي متماسك وحلو زي بتاع بره واحسن كمان، لازم تضربيه ضرب كويس في الخلاط. انا ضربت شوية اللبن مع علبة الزبادي، ورحت فضيته على كيلو اللبن وضربته تاني. لازم اضربه كويس، وهضيف معلقة كبيرة من السكر معاهم، وهضربهم كمان تاني في الخلاط او بالهاند بلندر. معلقة السكر دي يا بنات بتساعد على خمور الزبادي بسرعة وبيخليه يطلع متماسك جدا. هنا انا خلاص ضربته وخلصته، فانا هاخد افضي شويه شويه، ما تفضيش من الحله كلها او الكسروله كلها على علب الزبادي علشان ما تدلقوهوش بره. هنا انا جايبه علب من الزبادي مشتريها من بره، وبضيف فيها الزبادي او الخليط اللي انا عملته. انا بحب اجيب علب الزبادي علشان لها غطا، فبيحافظ على ريحه الزبادي عندي في التلاجة. ما بحبش اعمله في كوبايات ازاز. وانا هاكد لك ان انا اللي عامله الزبادي ده، علشان ما تقوليش انتي عاملاه في علب، علشان لو باظ منك تشتري نفس العلب من بره وتوريها لنا. انا كمان هعمل شويه في كوبايه ازاز من نفس الخليط علشان تعرفي ان الزبادي كله انا اللي عاملاه في البيت. دي الكوبايه اللي اتبقت شويه صغيرين في الاخر انا هحطهم في الكوبايه. بس عايزه اوريكي ان اغلب اللي نازل من الكسرولة في الكوبايه دي الريم او الوش اللي انا ضربته بتاع اللبن مع الزبادي. هو هيكون في شوية زبادي في الاخر، بس اغلب الوش او اغلب الكوباية زي ما انتم شايفين كده وش او ريم، كله ده هيتصفى وينزل لتحت. انا هنا بكون مسخنة الفرن وبطفيها. بعد ما اسخن الفرن واطفيها بكون حاطة العلب في صينية زي ما انتم شايفين كده، ما بعملهاش في مية سخنة. انا بسيبها في الفرن لمدة يوم بالظبط. يوم بالظبط، تاني يوم الصبح افتحي عليه هتلاقيه اختمر وبقى متماسك. هتروحي مدخلاه في التلاجة ساعة هيطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا بقلب العلب وما بتتقلبش وما بتتكبش خالص، لانه متماسك حلو جدا. لما تيجي تضربيه في الخلاط وتحطي معاه معلقة سكر بيطلع معاكي الزبادي حلو جدا جدا، واحلى كمان بتاع بره، وبيطلع مضمون وحلو جدا. زي ما انتم ما شايفين دي الكوبايه اللي انا بوريها لك، وبوريك ان كان اغلبها ريم معلم اهو في الكوبايه. ودي حته الزبادي اللي اتبقت فيها من تحت زي ما انت شايفه طالعه قطعه واحده متماسكه. اعملي المشروع ده حلو في بيتك. حتى لو ما عملتهوش مشروع هتوفري، بدل ما تشتري علبه الزبادي وصلت ل7 و6 جنيه، والعلبه الكبيره دي ب8 تقريبا او 9. انا ما بشتريهوش صراحه ومعرفش اسعاره ايه. انا على طول بصراحة بعمله في البيت. اللي وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تدعميني بلايك وتصلي على الرسول وتشتركي في القناة، علشان بإذن الله هنزل سلسلة مصنعات للسحور وافطار رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.